سر الأعمال. هل تريد أن تعرف سر الصالحين، أن تعرف سر إقبالهم على الله عز وجل واجتهادهم في الطاعات والعبادات؟ تأمل هذا الموقف. حدثنا منذر الثوري عن الربيع بن خثيم أنه رآه مرة في السوق يشتري فالوذج، نوع من الحلوى الفاخرة الراقية غالية الثمن، ثم أخذ يطعمها مصابا في عقله، إنسان معتوه، أخذ يطعمه هذه الحلوى اللذيذة، فقيل له إنه لا يدري ما يأكل. يعني هذا الرجل لا يقدر قيمة هذه الحلوى الغالية التي اشتريتها له والتي تؤكلها إياه، إنه لا يدري ما أكل. قال ولكن الله يدري. تأمل أن تطعم مجنونا طعاما لذيذا فاخرا غالي الثمن، ليس لأنه يدري ما يأكل، لكن لأنك موقن أن الله يدري، فأنت تقدم أفضل وأحسن ما لديك. هذا هو سر الصالحين، شعورهم ويقينهم أن الله تعالى مطلع على أعمالهم وأنه سوف يكافئهم عليها. هذا من أعظم الحوافز والمنشطات للاجتهاد في الطاعات والعبادات. سئل أبو سليمان الدراني: ما أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل؟ فبكى. وهذا في حد ذاته جواب، أن تحتقر نفسك في جنب الله عز وجل. ثم قال: أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل أن يطلع الله على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. تأمل أن يطلع الله على قلبك وأنت حياتك وسعيك وصلاتك وإنفاقك وعبادتك وحركتك وسكونك كلها لله عز وجل. تصور كم من الكرامات وكم من الأعطيات سوف يغدقها عليك. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب أوليائك الصالحين.